السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا. الكفتة بتاعتنا طرية جدا، جوسي. الكفتة مش ناشفة لا ولا فكت كمان. قوامها حلوة قوي، التسوية بتاعتها مظبوطة قوي. لو انت من الناس اللي دايما بتعملي كفتة الفراخ وتطلع ناشفة معاكي، يبقى لا، استوب، اقفي لحد هنا وتابعي معايا الفيديو بتاع النهاردة. هتلاقي فيه كل التفاصيل اللي انت محتاجة تعرفيها عن كفتة الفراخ، واللي انت محتاجة ان انت تتعلميها او تتابعيها علشان تطلع معاكي الكفتة طرية. لو انت عندك عزومة جاية على فجأة ولا حاجة، يبقى لازم تشوفي فيديو النهاردة وتتابعيه للآخر. وقبل اي حاجة كده، لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة. وتعالوا كده بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. معايا عيدان الشيش طاووق بتاعي، هحطهم في البولة بتاعي او في القالب بتاعي كده، وانزل عليهم بمية فاترة خالص من الحنفية، علشان لما اصبع الكفتة على العيدان وادخلها الفرن العيدان ما تتحرقش معايا وتطلع ريحة مش مستحبة على الكفتة بتاعتنا. دي اول الخطوات ان انت المفروض تعمليها وتبدأيها. معايا كده واحدة بصل عادي. متوفر عندك اصفر او ابيض زي اللي انا استخدمته تمام. مش متوفر عندك يبقى الاحمر هيقضي الغرض. وكمان معايا واحدة كبيرة كده من الفلفل الرومي الاحمر. وهبدأ ان انا افرمهم فرمة ناعمة قوي في الكبة بتاعتي، بحيث ان كل السوائل اللي موجودة في الفلفل والبصل انزلها كلها ويبقى مستحبة قوي كمان. لو حطيتي حاجة بسيطة خالص من الملح، هتنزلك كل السوائل اللي موجودة. ودي برضك من الخطوة التانية اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها، ان السوائل دي هي العامل الاساسي اللي بتخلي الكفتة معاكي تفك، سواء كانت كفتة فراخ او كفتة لحمة. لان انت بتفرمي البصل وتنزلي بيه على الكفتة على طول وتبدأي ان انت تشتغلي فيها. لا، اقفي لحد هنا وصفي البصل بتاعك، واركني المية اللي نازلة منه على جنب علشان هنستخدمها تاني. معايا نص كيلو من الصدور بتاع الفراخ، ولو عندك بانيه هينفع وهيبقى زي الفل. الصدور بتاعتي انا نضفتها خالص من اي جلد عليها، وكمان غسلتها كويس قوي. ولان الصدور يعني مش هينفع ان انتي تنقعيها او تحط لها محلول ملح وخل وحاجات من دي، لانها هتخلي الصدر بتاع الفرخه بتاعتك مفتل. فالافضل ان انت بس تغسليها او تشطفيه شطفه حلوه قوي، وتشيلي اي زوايد موجوده فيه، وتدخليه الفريزر حوالي ربع ساعه بس، علشان احنا عايزينه متلج حاجه بسيطه علشان وقت الفرم يطلع معانا زي ما احنا حابين. حطيناه في الكبه بتاعتنا وفرمناه. ما فرمناهوش لحد ما الانسجه بتاعه الفراخ ظهرت، لا احنا جرشناه يعني مره واتنين وتلاته وخلاص. كفايه قوي على الفرم كده. هننزله في البوله بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها. الشكل زي ما انتوا شايفين، انا هوريكم القوام. ادي الشكل، انا جرشاها مش فرماها، يعني الانسجه لسه ما ظهرتش، او الفتل البيضه اللي مش عارف، الفتل البيضه اللي موجوده في الفراخ ما ظهرتش. تمام كده. هنزل عليهم بالبصله والفلفل اللي احنا صفيناه من الميه. هنزل كمان ب50 جرام دهن ابيض. لما بكون عند الجزار بحاول ان انا اجيب دهن وعينه عندي في الفريزر، واحطه واطلعه على طول، بيتبشر معايا بالمبشره بكل سهوله. معايا حزمه بقدونس مش كزبره، والبقدونس بيديلها طعم حلو قوي. ودايما افرميها فرمه ناعمه قوي قوي بالسكينه، علشان احنا مش هندخلها الكبه تاني. ومعايا معلقه صغيره كده من الثوم المفروم. عندي البهارات بتاعتي بقى: معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره بهارات فراخ، 7 بهارات، بابريكا، جنزبيل، كزبره، فلفل اسود، وحاجه بسيطه خالص من الحبهان وورق اللورا المطحون. ودايما انا قلت لكم، لو تلاحظوا في كل وصفه بقول لكم انا دايما بطحنهم او بعملهم في المطحنه بتاعتي، وبعينهم بيبقوا حلوين قوي في التتبيلات وفي الكفته وفي الحاجات اللي زي دي، يعني في الشيش طاووق، في تتبيلات الفراخ بيبقى ريحته حلوه ونفاذه، عن ما انا ادور عليه ك ورق رولة عادي كده، او حبهان صحيح. تمام كده. هعجنهم عجنه حلوه زي ما قلت لكم. مش هدخلها الكبه تاني ولا هفرمها تاني، لان انا مش عايزه الانسجه بتاعتها تظهر. وكل ما بعجن فيها الكفته بتاخد الطعم بتاعها اللي انا محتاجاه. هحط عليها حاجه خالص بسيطه خالص من البيكنج باودر، وهستغنى عن الخطوات اللي الناس كلها بتعملها او اللي انت دايما بتعتمديها، ان انت تحطي دقيق او ان انت تحطي
بقسماط مطحون او عيش فينو مطحون، ايا كان اللي انت بتحطيه. انا ما بستخدموش، انا بعمل الكفته بتاعتي على طبيعتها وبتطلع معايا زي الفل. الكفته علشان كان فيها نسبه تتليك شويه فكويسه معايا، ومش هدخلها التلاجة تشد او تتشمع، لا هي معايا زي الفل. معايا العيدان بتاعتي بعد ما صفيتها من الميه، ومعايا حاجه بسيطه خالص من الميه عشان ابل ايديا فيها. والصينيه بتاعتي مش هدهنها ماده دهنيه ولا اي حاجه خالص. لو انت هتسيبي الكفته يعني هتصبعها على ايدك من غير عيدان، حاولي ان انت تدهني الصينيه اللي انت هتشتغلي فيها بماده دهنيه، او لو انت مش هتعمليها زي نظام شبكه زي اللي انا هعمله. الكفته بتاعتي بتتصبع بكل سهوله خالص، من غير اي ماده دهنيه او زيوت او اي حاجه. الشكل بقى اللي يعجبك اشتغلي فيه وطلعيه حسب ما انت عايزه، ودايما خليك عارفه ان الشكل اللي انت هتصبعي عليه الكفته هو الشكل اللي هيطلع معاكي من الفرن. تمام كده. في المرحله دي احنا مشغلين الفرن بتاعنا على درجه حراره 200. انا مشغله الفرن بتاعي من تحت، ومشغله كمان الشوايه من فوق علشان الكفته بتاعتي تتشمع بسهوله وبسرعه. تمام كده. انا حاولت ان انا اعمل معاكم كمان واحده تانية بتتصبع معايا بكل سهوله خالص، مش بتفك مني ولا اي حاجه. وكمان ما اعتمدتش ان انا احط معلقتين دقيق او معلقتين نشا او بقسماط او اي حاجه من الحاجات دي او من الخطوات دي، لان انا حابه الكفته بتاعتي تكون قوامها حلو ومتماسك. ادي شكل الكفته بتاعتنا بعد ما خلصت من التصبيع. هبدا ان انا ادخلها الفرن زي ما قلت لكم 10 دقايق بس. معايا الميه اللي نزلت من البصل والفلفل، هنزل عليها بحاجه بسيطه خالص من الفلفل والفلفل الاسود وملح، ومعلقه بسيطه خالص من الصلصه. وهنزل كمان بمعلقه كبيره من الزيت النباتي علشان لما اجي ادهن الكفته بتاعتي يكون في اللمعه اللي انتوا شايفينها في الاول دي. تمام كده. هخلط بس الفلفل الاسود والملح لحد ما الملح بس بتاعي يدوب، واركنها على جنب لحد ما الكفته بتاعتي بس تاخد 10 دقايق في الفرن، وابدا ان انا اسحبها واشتغل فيها. ادي شكل الكفته بعد 10 دقايق بالظبط. هبدا ان انا ادهن الوش، وارجع ادخلها الفرن تاني علشان تاخد اللون الحلو اللي انا محتاجاه، وارجع الف السياخ بتاعتي على الناحيه التانية، واعمل نفس الحركه او نفس الطريقه ان انا ادهنها بالصلصه بتاعتي او الميه اللي نزلت من الفلفل والبصل. بتدي لها ريحه حلوه، ولمجرد ان انت بتدخلي الكفته بتاعتك الفرن بتشمي احلى ريحه طالعه من التوابل. ودايما اعتمدي ان انت ما تكتريش توابل علشان تحسي بطعم الحاجه معاكي. تمام كده. الكفته بتاعتنا خلاص استوت، خدت مني نص ساعه بالظبط في الفرن، وطلعت ولا اروع ولا احسن من كده. الطريقة بتاعتي دي لو هتجربيها هتعتمديها في كل الوصفات. انسى اي طريقة تانية انت عملت بيها الكفتة وطلعت معاكي مش مظبوطة. اعتمدي الحاجة السهلة البسيطة اللي توفر عليكي الشغل. الكفتة بتاعتنا خلاص زي ما انتوا شايفين، حاجة ما شاء الله، ريحتها حلوة قوي، طعمها جميل قوي، اللهم بارك. الكمية دي ممكن تكفي 4 افراد او 5 افراد. هتعملي معاها اي حاجة جنبها هتبقى معاكي زي الفل، وريحتها حلوة قوي، اللهم بارك. اتمنى ان انا اكون ما بطولش عليكم في الفيديوهات، واكون بسهل عليكي ان انتي تعملي الوصفة. ودايما انا بسيبلك المقادير الخاصة باي وصفة في صندوق الوصف. لو انتي مش عارفاه العنوان بتاع الفيديو جنبه كلمة المزيد، هتضغطي عليها هتلاقي كل حاجة خاصة بالوصفات، سواء التتبيلة بسيبلك التوابل اللي انا بستخدمها، او الحلويات بسيبلك الوصفة بالجرام وبالكوباية علشان تتابعيها. الكفتة بتاعتنا طلعت طرية، قلبها ابيض، التوابل بتاعتها مظبوطه، الكفته ما كشتش ما شاء الله. العيدان طالعه نظيفه زي ما انتم شايفين، قوامها حلوه قوي، لونها حلو قوي، طعمها حلو قوي. يعني اتمنى ان الوصفه تكون على قد المنوال او على القدر الكافي، اكون وضحت كل حاجه خاصه بيها. اللي هيجرب الوصفه يكتب لي في التعليقات، انا بقبل اي انتقاد من اي حد. اتمنى ما اكونش طولت عليكم في الفيديو بتاع النهارده، وكمان اكون ضيفة خفيفة عليكم، واكون وضحت لكم كل حاجة خاصة بالوصفة بتاع النهاردة. ما تنسوش الاشتراك في القناة، وكمان لايك للفيديو. دمتم سالمين.